احتفل أبناء مدينة حبابة بمديرية تلا بمحافظة عمران بعرس جماعي لأكثر من 100 عريس في أجواء سادها روح التكافل الاجتماعي، وأيضا ظل ظروف وتحديات خلفها العدوان السعودي على مجمل تفاصيل الحياة في اليمن. بالسلام الوطني وأنغام الموسيقى، ها هي مدينة حبابة بمديرية تلا محافظة عمران تزدان فرحا وضربا بزفاف أكثر من 100 عريس وعروس في مشهد يجسد معاني الفرح والصمود في وجه العدوان. في هذه الفرحة الكبرى وهي فرحة إقامة الأعراس الجماعية التي تقام سنويا أو في السنة، يعني مرتين على مدار السنة، يتكفلوا بالناس ذوي الدخل المحدود. هذا العرس الجماعي البهيج مثل تحديا واضحا ورسالة قوية للعدوان السعودي الغاشم، وأنه لن ينال من إرادة اليمنيين وحقهم في ممارسة حياتهم بكل حرية وكرامة. إن العدوان لم يسلب فرحتنا، وها نحن نفرح، وأعراسنا وتقاليدنا وأفراحنا نمارسها على أتم الحياة ونحن صامتون. وأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الإنسان أتقدم باسم أعياد التهاني والتبريكات مناسبة أعياد سبتمبر 26 سبتمبر إلى فخامة الزعيم علي عبد الله صالح. العرس الخمسين الذي يضم أكثر من 100 عريس وعروسة، والذي يعد كالرفال تحتفل به مدينة حبابة عن سابقاتها من المدن. وإقامة مثل هذا الأعراس في هذا الوقت وفي ظل العدوان نوصل به رسالة إلى المنافقين وأذنابهم من بني سلول بأننا صامدون ولن تحرمونا أفراحنا واحتفالاتنا وأعراسنا. حبابة تلك المدينة السياحية الجميلة اعتادت على إقامة مثل الأعراس الجماعية، والتي تعكس مدى وعي وتكاتف وتعاون أهلها وتمسكهم بالعادات والتقاليد الأصيلة والقيم النبيلة وتكوين أسر تنعم بالاستقرار والطمأنينة. تحدثنا اليوم عن العرس الجماعي وعن قناة اليمن اليوم، ونهنئ الزعيم تحياتي خاصة للزعيم. شعب أصيل يأبى إلا أن يعيش حياته الطبيعية رغم العدوان الضاري والحرب من دولة يفترض أن تتعامل مع شعب عريق كالشعب اليمني بحسن الجوار لا بالخراب والمجد.